عدم رفع علم المثليين داخل الاستادات. السعودية عملت مفاجأة كبيرة جدا يا جماعة. البرازيل من الفرق اللي ممكن تلعب على النهائي. العرض السعودي من فريق النصر السعودي لكريستيانو رونالدو. اهلا بيكم في كلام جديد من كلام في الكوره. النهارده معانا كلام جديد ومهم جدا عن مونديال كاس العالم قطر 2022 وشويه اخبار ترند حصلت الفتره اللي فاتت مع كام بوست لبعض نجوم الكوره. يلا بينا. مونديال قطر 2022 الحدث الاهم على الساحه الرياضيه، وبالاخص انه بيتنظم لاول مره على اراضي عربيه بتكلفه ضخمه جدا. قطر دفعت أو كلفت 250 مليار دولار علشان تجهز البلد ككل علشان تقدر تستقبل حدث زي كده. ولكن قبل الحدث ما يبتدي قبله شوية انتقادات قد كده من دول أوروبا والغرب، وكان شيء غريب جدا. اللي قال إن ليه دولة عربية مش ذات إمكانيات وكان السبب الأصلي هو التصريحات أو القرارات اللي خدتها قطر علشان تقدر تحكم تنظيم مونديال زي كده. فقررت قطر مثلا انه ممنوع شرب الكحوليات داخل الاستادات، وكمان كان في قرار وده عمل هوجة كبيرة جدا هو عدم رفع علم المثليين داخل الاستادات. متهيألي دي شوية قرارات من بعض قرارات خدتها قطر من حقها كدولة مستضيف انها تنظم امورها بحيث ان يبقى كل الجنسيات اللي موجودة عندها تقدر تحكم الموضوع، وبالاخص انها دولة عربية واسلامية. فده ما كانش امر غريب. شوية قرارات اي دولة في العالم لو بتنظم حدث كبير زي كده وهتستقبل فيه جنسيات مختلفة هتعمل حاجة زي كده. الغريب ان شخصيات كبيرة طلعت وناس في الرياضة وفي الكورة انتقدت وحاجات كتيرة جدا على موضوع تنظيم قطر وعلى موضوع طبعا التصريحات اللي خدتها قطر في الامور دي. حد زي بلاتر مثلا طلع وقال غلطة وانا المسؤول عنها، وكل ده بسبب التصريحات. ولكن اللي يبرد نارك شوية ان طلع رئيس الاتحاد الدولي الحالي انفانتينو وقال شوية كلام ولا كأن الراجل ده عربي وشغال في الديوان الملكي كمان القطري. الراجل اتكلم وقال ان لو بتتكلموا على حقوق العمالة اللي شغالة في قطر فتعالوا شوفوا الاول حقوق المهاجرين اللي بيبقوا موجودين في الدول الاوروبية انتوا بتتعاملوا معاهم ازاي. انتوا محتاجين 3000 سنة عشان تعتذروا للعالم كله. واتكلم برضو على موضوع المواد الكحولية في الاستادات وقال ده امر طبيعي وبيحصل في دول كتيرة جدا. وحصل ان في يورو 2016 بسبب الكحوليات قامت مشاكل كتيرة جدا وتكسير لمنشآت، وده بسبب حالة الهلع والسكر اللي كانوا موجودين فيها. أما بالنسبة لشعار المثليين اللي قطر رفضت إنه يظهر في الاستادات فده أمر شخصي لأنها دولة عربية وإسلامية وليها الحق إنها تاخد القرارات اللي هي عايزاها. شوية تصريحات وقرارات قالها الراجل بصراحة بردت نارنا جميعا يعني. ولكن ما زالت الانتقادات مستمرة، وده شفناه في الجولة الأولى لما صرح بعض المنتخبات انها ممكن تنسحب، ولما شفنا منتخب ألمانيا وهو بيعترض بطريقته طريقة اعتراضية ساذجة، يعني انك بتتكلم على حقوق لفصيل معين ومش فارق معاك حقوق باقي الدول التانية. المونديال ماشي شكله كويس، وكل الانتقادات والاعتراضات دي اكيد ضريبة النجاح، ولكن خلينا نقول انه حدث هيتسجل في التاريخ، وعلى رأي انفانتينو انه من افضل المونديالات اللي تم تنظيمها. بعيدا بقى على الانتقادات والحالة السلبية اللي كانت موجودة، خلينا نتكلم على الصورة الإيجابية من المونديال. المونديال كان فيه افتتاح بصراحة عملاق، على قد ما كان هو بسيط وعلى قد ما هو كان فيه إمكانيات برضه، إنما كان بيوصل رسالة معينة للعالم كله. بيوصل رسالة إن قطر هي أرض بتستقبل كل الجنسيات، أرض بتستقبل كل الطوائف بكل سلام ومحبة. رسالة بسيطة قدروا يوصلوها من خلال الافتتاح بتاعهم. كتير كان متوقع إنه يحصل انبهار أكتر من كده في الافتتاح، ولكن هي كانت مسج معينة وقدرت توصل.
لو هنتكلم على المباريات اللي تمت في خلال المونديال لحد دلوقتي، فاتلعب 16 مباراة في خلال الجولة الأولى، اتسجل فيهم 41 هدف، وتم إعطاء 54 إنذار لأكتر من لاعب. أما بالنسبة للنتائج فخلونا نشوف مع بعض النتائج اللي حصلت في خلال الجولة الأولى. أول المباريات كانت قطر والإكوادور وخلصت 2-0. تاني مباراة كانت إنجلترا وإيران وخلصت 6-2. هولندا والسنغال وخلصت 2-0. أمريكا وويلز خلصت تعادل 1-1. الأرجنتين والسعودية، وهنا السعودية عملت مفاجأة وكسبت الأرجنتين 2-1. الدنمارك وتونس خلصت بالتعادل 0-0. المكسيك وبولندا خلصت بالتعادل برضه 0-0. فرنسا واستراليا قدرت تكسب فرنسا 4-1. كرواتيا والمغرب خلصت بالتعادل 0-0. ألمانيا واليابان، اليابان بتحقق مفاجأة برضه وتقدر تكسب 2-1 ألمانيا. اسبانيا وكوستاريكا، اسبانيا بتكسب 7-0. بلجيكا وكندا، بلجيكا كسبت 1-0. سويسرا والكاميرون خلصت 1-0 لسويسرا. الأوروغواي وكوريا الجنوبية حصل تعادل بينهم 0-0. البرتغال وغانا انتهت 3-2 لصالح البرتغال. وأخيرا البرازيل وصربيا انتهت 2-0. لو هنتكلم على أداء بعض الفرق، خلينا نتكلم أولا على أداء الفرق العربية. مبدئيا مباراة قطر والإكوادور، ومباراة عليها علامات استفهام كتيرة جدا. فرقة مستضيف للمونديال، فرقة المفروض ان هي مؤهلة انها تعمل اداء مشرف خلال الفترة دي، لانها كسبت كاس اسيا وعملت اداء مشرف في كوبا امريكا، فكان متوقع انها تعمل حاجة في المونديال وبالاخص في الافتتاح. انما اللي شفناه فريق مهزوز، نازل خايف جدا، بيلعب بطريقة دفاعية بحتة 5-3-2، وده مش اسلوب لعب حد عايز ياخد مباراة، ده بيدافع علشان ينهي المباراة بأقل خسائر. فاللي حصل ان مهاجم فريق الإكوادور قدر يحرز هدفين بكل سهولة. أداء الفرقة اللي بعد كده العربية هي السعودية. السعودية عملت مفاجأة كبيرة جدا يا جماعة. السعودية قدرت تكسب المصنف الأول عالميا في انه ياخد كاس العالم السنة دي. قدرت تكسب الأرجنتين 2-1 في مباراة فرحت كل العرب، وفرحت طبعا السعوديين على الأخص. فنتمنى طبعا اداء مشرف زي كده لكل الفرق العربيه، ونشوفهم في الادوار اللي بعد كده. اداء تاني بعد كده جه هو اداء تونس. تونس عملت مباراه قويه جدا قصاد الدنمارك، والدنمارك فرقه كبيره جدا، فقدرت تتعادل 0-0 معاها وتاخد نقطه مهمه جدا. برضو بنفس النتيجه اتعادلت المغرب قصاد العملاق كرواتيا 0-0 علشان تقدر تحصل على نقطه برضو من التعادل ده. بعد كده بتيجي الفرق بقى اللي احنا شايفينها مصنفة للمربع الذهبي. فعندك مثلا زي المنتخب الانجليزي، فريق قوي جدا ومنظم جدا وفيه عناصر قوية جدا، واحنا عارفين ان الدوري الانجليزي قوي فبيضخ عناصر قوية جدا. قدروا يكسبوا اول مباراة قصاد ايران 6-2. يجي بعد كده من الفرق اللي برضه بنعتبرها مصنفة للمربع الذهبي فرنسا. فرنسا فرقة فيها عناصر قوية وبتلعب بنظام وعندها سرعة، فقدرت تكسب برضو استراليا 4-1. وبعديها بتيجي اسبانيا كسبت 7-0. مش مقياس بسبب ممكن ضعف الفريق اللي قصادها كوستاريكا، ولكن بص على اداء الفرقه وتنظيمهم وحركتهم ونقل الكوره، تقدر تقول انه منتخب كبير فهيقدر يعمل حاجه، واعتقد فعليا انه يوصل للمربع الذهبي. من الفرق برضو اللي متوقع انها توصل البرتغال فريق قوي وعنده إصرار، وبالأخص بسبب إن كريستيانو حط على نفسه ضغوط بعد تصريحاته اللي حصلت مع مانشستر يونايتد، وإنه خرج بصورة سليمة من الفريق، فعايز يعمل لنفسه ماركتينج كويس. فأعتقد إنه هو هيحارب، وبالأخص إن دي آخر نسخة هيشارك فيها، هيحارب إنه يوصل للنهائي. آخر طبعا الفرق اللي مرشحة على المربع الذهبي البرازيل هم راقصين السامبا فعلا، بيقدموا كرة مبهرة، بيعملوا كل حاجة في الكورة، وأتصور إن البرازيل من الفرق اللي ممكن تلعب على النهائي. فخبر ترند معانا أكتر من خبر مهمين. أولهم هو خبر العرض السعودي من فريق النصر السعودي لكريستيانو رونالدو. هل هو صحيح؟ هل هو مش صحيح؟ ولكن خبر وموجود على السوشيال ميديا ومتداول، وده بسبب طبعا فسخ التعاقد اللي حصل مع مانشستر يونايتد،
وكان بسبب تصريحات كريستيانو الأخيرة بسبب انزعاجه من الفريق وانه مش قادر يكمل مع الفريق، حس بالخيانة من الفريق، ودي كانت تصريحاته بسبب أزمة بنته ان محدش شارك معاه في الأزمة دي. وأدلى برضه ساعتها وقال ان المدير الفني مش بيحترمه، فهو بيبادله نفس الشعور ومش بيحترمه، وانه شايف ان مفيش تطوير في الفريق، ومن ساعة ما سابه نفس الأساليب، فحس ان هو ملوش مكان في الفريق وفضل انه ينسحب. بس قبل ما ينسحب فجر القنبله للجماهير، وده كان سبب من الاسباب ان تبتدي بعض الفرق تقدم له العروض في الفتره الجايه، ولسه هنشوف طبعا. تصريح تاني كان يورجن كلوب طلعه وقال ازاي محمد صلاح وماني فيرمينيو ما يبقوش موجودين في مونديال زي كده. يمكن اللي برد نارنا شويه في حاجه زي كده هو حصول محمد صلاح قبل المونديال على جايزه افضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير على التيك توك، على منصه التيك توك، وخد الجايزه دي بناء على تصويت الجماهير طبعا. فدي كانت حاجة مشرفة وتبرد نار الواحد شوية ان احنا مش شايفين محمد صلاح في المونديال. خبر اخير وهي تصريحات عبد الله السعيد لمجلة ذا أسيلتيك الامريكية عن الوضع اللي وصل ليه مع النادي الاهلي، وقد ايه النادي الاهلي بيجور عليه وعايز يدمر مستقبله، وده بسبب العقد اللي كان مبرم ان هو ما يقدرش يلعب في مصر تاني الا للنادي الاهلي بعد الازمة اللي كلنا عارفينها. وبعد ما طبعا النادي الاهلي حجز على ارصده عبد الله السعيد، فسبب للاعب ازمه كبيره جدا. عبد الله السعيد ما قدرش، مش عارف يعمل حاجه، فقرر انه يعرف العالم كله مشكلته علشان يوصل لاي حل. في كلام سوشيال النهارده معانا كام بوست مهمين عن كاس العالم وبعض الاخبار اللي ليها علاقه بالكوره. ففي بوست نزله عزيز الشافعي بيتكلم عن منتخب مصر وبيقول: عدم وجودنا في كاس العالم إلا مرات قليلة في حياتنا شيء حزين جدا ومؤسف، والسبب فيه حاجات كتير، أهمها سوء إدارة ملف الكورة في بلدنا وفساد المنظومة الكروية والاعتماد على المحسوبية والشلالية طوال تاريخنا الكروي تقريبا إلا ما رحم ربي. كابتن حسن المستكاوي كتب بوست بيشكر فيه الشركة المصنعة للكورة الخاصة بالمونديال. كتب وقال: شركة فورورد ايجيبت قصة نجاح مصرية، لقد صنعت كرة كأس العالم بما تحتويه من تكنولوجيا عالية الدقة وبموافقة أديداس العالمية، والمصنع قادر على إنتاج كافة الماركات الرياضية العالمية، وكم هو جميل أن تكون الرحلة كرة المونديال مزينة بجملة صنع في مصر. أخيرا كابتن خالد بيومي علق على تصريحات صالح الشهري لاعب المنتخب السعودي وقال: أعجبني جدا عقلية اللاعب السعودي وخاصة صالح الشهري، تصريحاته بعد الفوز على الأرجنتين: نحن لم نتأهل إلى الآن، هذا ما نتمناه من نجومنا العرب، عدم الإفراط في الفرحة، مباراة وانتهت والفرحة نتركها للجماهير، وعليكم إسعاد الجماهير مرة أخرى. كلامنا خلص، بس الكلام عن الكورة ما بيخلص. مستني تعليقاتكم وآرائكم عن الحلقة وعن الأخبار اللي بنقدمها، وعشان توصل لكم الحلقات اللي جاية اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. سلام.